في ناس لما المشكلة تكبر عليها بيجيلها إحساس إن الانتحار هو الحل، بس الحقيقة ده مش حل، ده وجع بيتنقل من شخص لشخص. مش كل اللي بيضحك على السوشيال ميديا مبسوط. في ناس بتوصل لمرحلة تفكر تمشي من الدنيا كلها عشان تهرب من الوجع. أنا مش جاية أتهم حد ولا جاية أعمل ترند، أنا جاية أحكي حكاية. روح كانت بنت عادية جدا، طيبة وبتصدق بسرعة، دخلت السوشيال ميديا تحكي وتضحك وتحس إن في أمان، بس الحقيقة إن السوشيال ميديا مش مكان آمن للضعف. كلمة زيادة، تعليق ساخر، نظرة تحكم علينا، الحمل تقيل. أصعب حاجة مش كلام الغرب، أصعب حاجة إن الصحبة تخون أسرار كانت أمانة. لما روح ضعفت، في ناس صورت، في ناس نشرت، وفي ناس سكتت. والسكوت ساعات أذى. أي حد يستفيد من وجع إنسان حتى لو بالكلام مسؤول. روح ما كانتش عايزة تموت، كانت عايزة الوجع يقف. ولو انت دلوقتي حاسس ان الدنيا ضاقت، حاسس انك لوحدك، استنى، اختفائك مش حل وسكوتك مش راحة. انت مهم حتى لو محدش قالك كده. وانا من مكاني ده بقولها صدقيني، محدش يستاهل. ابنك يستاهل انك تعيشي عشانه. أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت عشان يوصلكم كل جديد.